واقعيا مثلك أمين وصادق وذو مبادئ وأخلاص. لقد وثقت بك منذ اليوم الأول لك عندي في العمل، ولكن أريد أن أخبرك بأمر كنت قد أخفيته عنك منذ أن قلت لي بشأن إخوتك ومشروعك. فقال الشاب: ما هو يا سيدي؟ أجاب الرجل: عندما عرفت بقصة إخوتك وبأمر المشروع فكنت أعلم أنه سيأتي يوما وتتعرض للخيانة من إخوتك، فقررت أن أساعدك وأقف بجانبك، ولكن دون أن تشعر. هل تذكر تلك المواشي التي أخبرتك بأنني اشتريتها؟ أجاب الشاب: نعم أتذكرها. فقال الرجل: أنني لم أشتريها كما قلت لك، ولكن في الحقيقة هي ليست لي، بل كانت لأحد أقاربي. لقد طلب مني أن أتركها عندي وأجعلها ترتعى مع المواشي الخاصة بي، وكان في كل شهر يدفع لي راتبا 1000 ريال، فوجدتك لم تطلب أضافة في الأجرة، فشعرت بالسعادة وقررت أن أدخرها لك عندي إلى حين أن تفكر بالعودة إلى وطنك وديارك. وقمت أيضا بوضع اختبارا لإخوتك حتى أتأكد هل هما كما قلت عند حسن الظن أم كانوا يستغلوك، فقمت بتنقيص 300 من راتبك، وكنت أستمع لحديثكما على الهاتف، ولكن كنت محقا، وكنت على يقين أنهم يستغلون طيبتك وأنهم عديمي الثقة كما كنت أظن. فلم يتحمل الشاب وأجهش بالبكاء. لقد كان الرجل أفضل بكثير من إخوته، وقام الرجل بصرف جميع رواتبه التي خبئها له، وأعطاه أيضا رواتب 5 أشهر مقدما، وطلب منه أن يعود إلى دياره ويقضي 5 أشهر أجازة ويعود. أخذ الشاب المال، وكان أكثر من الذي سلبوها إخوته منه، بل أكبر بكثير، وعاد إلى منزله. وقبل أن يذهب إلى منزل إخوته قام بشراء منزل جميل له، ولم يتحدث معهما بشأن ما فعلوه معه ومع أسرته. وقضى الشاب مع أسرته عدة شهور، ثم ترك مبلغا كبيرا لهما وعاد إلى الرجل للعمل. ولكن عندما رآه الرجل صدم. لقد كان يظن بأنه لن يعود، وكان يريد أن يختبره كما فعل مع الرعاة الذين كانوا يعملون قبله، ولكن لم يعد أحد حتى الآن. لقد أخذوا المال وهربوا. فقال الرجل: فوالله لم أقابل شخصا كمثل أمانتك وطيبتك، فوالله أن المال الذي أعطيتك مقبال 5 أشهر مقدما أنها لك لوجه الله وهدية لك عن طيب